بيقال ان لما حد بيموت بيجي غراب بياخد روحه لعالم الاموات. ولكن يا ترى ايه اللي هيحصل لو الميت ده مات ظلم والغراب قرر ان هو يرجع روحه لعالم الاحياء مرة تانية؟ السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة الفيلم اللي فشل في شباك التذاكر، الفيلم اللي حائز على الاراء السلبية من جميع النقاد، الفيلم اللي محدش شكر فيه، فيلم ذا كرو. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الفيلم ده بيقول ايه. في اطار من الجريمة والحركة تقتل شيري حبيبة إيريك بشكل صادم، فينطلق الأخير في مغامرة مميتة بحثا عن الانتقام ووضع الأمور في مكانها الصحيح. الفيلم هو إعادة إنتاج الفيلم ذا كرو اللي اتعمل سنة 94، ولكن مع بعض التغييرات في القصة. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. الفيلم من البداية ومنه هو بيقدم شخصياته وبيقدم العالم اللي بيتكلم فيه وهو غريب، سواء تقديم الأبطال وسواء تقديم الفيلن، وده يعني خليه كده على جنب شوية، هنتكلم عليه قدام. تقديم بطل القصة كان من أغرب ما يكون. هو بيحاول يقدمهولك إن هو ده إنسان فيه حاجة غريبة، هو فيه حاجة غلط عنده. إيه هي بقى؟ ما تفهمش. هو كان عنده مشاكل وهو صغير بيعاني منها، يعني مديون لحد الله أعلم. هو تقديم اتعمل بشكل وحش، وفي نفس الوقت هو مش بيخدم القصة. أنت كان ممكن تقدمهولي إن هو إنسان عادي وبس، هو هيتغير لما يحصل له التحول اللي بيحصل، فمش شرط إن هو يكون غريب قبليها، لا، ممكن يكون كان عادي، هو كده كده هيوصل إن هو هيبقى غريب في الآخر. ولكن دي مش مشكلة، يعني هي دي حاجة عادية خالص، وممكن أكون أنا اللي محبكها شويتين فيها. نيجي بقى للحاجة الغريبة، الفيلن بقى. الفيلن اللي من بداية الفيلم لنهايته وأنا مش قادر أفهم هو ده مين، ولا ده عبارة عن إيه، ولا بيعمل إيه أصلا. يعني هو شرير، بس هو شرير أيوة، يعني إيه تخصص الشر بالنسبة له؟ ما هو الشر ده أقسام، يعني عارف اللي هو في ناس أشرار بيبقوا واخدين كذا منهج، الشر ده مدارس، فكل واحد بيبقى متبني مدرسة. إنما الفيلن بتاعنا ده هو تقريبا اترفد من سنة أولى. يعني كل اللي انا عرفته عنه من خلال رحلتي مع الفيلم ان هو شرير بيملك نوع من انواع القوى الخارقة وهو شرير، يعني هو بس ده اللي انا فهمته من الفيلم. يعني في جملة كده بتتقال في نص الفيلم للبطل، تقول له انت مش عارف انت بتتعامل مع مين، انت مش عارف ده مين. والله هو انا اللي عايز اعرف هو ده مين مش البطل مش هو البطل عايز يقتله خلاص، انما انا بقى عايز اعرف ده مين عشان اقدر ان انا افهمه، اقدر افهم ان هو شرير ليه، يعني بيعمل كده ليه، ايه الطبيعة بتاعته. ولكن لا حياة لمن تنادي، الفيلم بيخلص وما بقدرش افهم هو ده مين اصلا. ونيجي بقى لحاجة من اكتر السلبيات اللي كانت موجودة في الفيلم، وهو الجانب الحواري. الحوارات اللي مكتوبة في الفيلم مكتوبة بطريقة غريبة جدا، بطريقة مش حلوة، مش بتخدم في القصة. بيحاولوا ان هم يفخموا الموضوع بس، وهم اساسا عبط، ناس غريبة بتتكلم كلام غريب وبياخدوا قرارات اغرب بكتير. عشان الناس دي ما تقدمتش بشكل كويس، فانت بتلاقي ناس انت ما تعرفهاش بتاخد قرارات غريبة غير مبررة، مش مبني لها. يعني بص، هو التعديلات اللي اتعملت في القصة في الفيلم ده وحشة جدا بالنسبة لي. لو كانوا يعني خدوا القصة بتاعت الفيلم الاولاني هي هتبكل عملوها، كان الموضوع هيبقى احسن بكتير. كانوش حطوا التاتش بتاعتهم في اي حاجه، كانت الدنيا هتمشي. حتى الفيلم ده اصلا اتعمل منه اكتر من نسخه، يعني كانوا وكل نسخه بتكون ايه بتغييرات مختلفه في القصه. يعني في نسخه للفيلم، النسخه دي نزلت سنه 2000 تقريبا، هو ايه النسخه دي بقى اللي هي كانت بتيجي على ام بي سي 2 زمان، وزمان كل جيل اكيد عارفها. النسخه كانت بقصه مختلفه عن النسخه الاولانيه، ولكن برضو يعني حلوه اللي هو تتشاف، غير بقى التعديلات الغريبة اللي اتعملت في الجزء ده. فكنت خد قصة الفيلم القديم اعملها هي عادي، ولكن بالامكانيات الحديثة اللي موجودة معاه. نيجي بقى للحاجة الوحيدة الايجابية بالنسبة لي الموجودة في الفيلم، وهو ان رتمه سريع. يعني برغم المشاكل اللي موجودة، ولكن هو رتمه سريع والحركة اللي فيه سريعة، فعادي اللي هو هتقعد تخلصه مش هتبقى متضايق، يعني مفيهوش بطء مفيهوش مط، لا هو شغال ودايس معاك. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. مشاهد الاكشن اللي كانت موجودة كانت كويسة وكانت مرضية ودموية بعض الشيء للناس اللي بتحب المشاهد الدموية. ولكن الفيلم فيه مشكلة كبيرة جدا في النقلات بين المشاهد، تحس ان هو فيه بينهم مشاهد مقصوصة، يعني في مشهد بينقل بعدين على مشهد تاني، تحس ان في حاجة غلط، وفي مشهد بينهم واتشال، او المونتاج ما كانش شايف شغله كويس، او هم عادوا ترتيب المشاهد بعد ما صوروها، يعني في حاجة غلط حصلت. ونيجي بقى للحاجة العدلة التانية اللي موجودة في الفيلم، وهو الأداء التمثيلي. بيل سكارسجارد واحد من اكتر الممثلين اللي انا بحب اتفرج على اعمالهم، حقيقي متنوع ودايس في اي حاجة، وبيمثل كل الاشكال والانواع، وافلام كبيرة افلام صغيرة، افلام بميزانيات ضخمة ومشهورة، افلام تحت بير السلم،
دايس في اي حاجه حرفيا، واداؤه التمثيلي حلو في كل الاعمال اللي هو بيعملها. واحد من اللي اتوقع ان هما كمان 10 سنين هتلاقيه بقى مختلف، يعني بقى حاجه كبيره وجوائز والدنيا هتكون احسن معاه من دلوقتي. عمل اداء تمثيلي حلو جدا، يعني يخليك اللي هو خساره يا عم والله كنت وفروا لحاجه اقوى شويه من كده. تقييم الفيلم ذكروه هو 5/10. الفيلم ما نجحش ان هو يقدم شيء جديد، يعني ما ينفعش تاخد قصة فيلم معمول في التسعينات وتيجي تعملها دلوقتي وتكون اوحش. ده بالنسبة لي حاجة لا تغتفر. معاك الامكانيات ومعاك كل حاجة ان انت تعمل لنا قصة حلوة، ولكن مع ذلك الفيلم فشل في ان هو يعمل ده. وبس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.